السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعرف ازاي نحول الارقام الى نص في الاكسل، وهو ده اللي بيتعرف بحاجه اسمها التفقيط. ازاي افقط في الاكسل؟ كتير قوي ببقى محتاج اني احول الارقام دي لنصوص، وطبعا الموضوع ده بياخد مني وقت ومجهود، فانا عايز الكلام ده يتعمل اوتوماتيك في الاكسل، بحيث اول ما بكتب اي رقم كده وانزل انتر للخليه اللي بعدها بيتكتب اوتوماتيك. كمان بيتكتب جنبه جنيه، او لو في علامه عشريه بيكتب لي قرش. ازاي اعمل الكلام ده؟ كمان هنعرف الكلام ده باكتر من طريقه، سواء بالطريقه دي وانت اللي بتحدد تكتب جنيه وقرش، او بالطريقه تانية انت اللي بتحدد نوع العمله، وفي الحاله دي انت بتشتغل على كل رقم لوحده، بتختار له العمله بتاعته. او لو انت بتشتغل على شيت اكسل، والشيت الاكسل ده كله وارد ان انت تغير العمله فيه بالجنيه او بالدولار او باي عمله تانية. ازاي تعمل الثلاث حالات دول علشان نتجنب اي مشاكل ممكن تظهر لنا قدام بعد ما كتبت وعملت كل حاجه ومشيت معاك الخطوات واحده واحده، لقيت اللغه عندي مش معروفه زي ما هي قدامنا كده. لازم نغير اللغه في الجهاز بتاعي. قبل ما تفتح الاكسل وقبل ما تعمل اي حاجه، اعمل الخطوه دي رقم واحد. ولو انت فاتح اكسل، اقفل كل حاجه، اقفل كل البرامج. وبعدين اول خطوه هتعملها هتروح تفتح كنترول بانل، وبعدين هتروح ديت اند تايم. لو ما لقيتش ديت اند تايم، خلي فيو باي، خليها لارج ايكون مش كاتيجوري. ممكن تفتح الكنترول بانل تلاقيها كده، حولها للارج ايكون. بعدين افتح ديت اند تايم، وبعدين تشينج ديت اند تايم، بعدين تشينج كالندر سيتنج. هيفتح لك نافذه، من النافذه دي اختار ادمنستريتيف. بعد كده هتروح تقول له تشينج سيستم لوكال، وبعد كده من هنا هتختار ارابيك ايجيبت، وبعدين اوكي. هيطلب منك ريستارت للجهاز، دوس على ريستارت ناو. هيعمل ريستارت للجهاز، وبعدين هيفتح مرة تانية. بعد ما عملت الخطوة الأولى، تعالى بقى نروح للخطوة التانية. الخطوة التانية هتفتح الإكسل، وبعدين هتتأكد إن في قائمة باسم ديفيلوبر. لو القائمة دي مش موجودة، اعمل كليك يمين في أي حتة في وسط القوائم دي، في أي حتة فاضية، مش هنا، كليك يمين هنا، وهتختار كاستمايز فاريبل. انزل تحت كده شوية، غالبا هتلاقي علامة الصح دي مش موجودة على ديفيلوبر. دوس انت علامة صح، وبعدين قول اوكي. دي الخطوة التانية، ان انت تظهر القائمه بتاعه ديفيلوبر. هتفتح قائمه ديفيلوبر، وبعدين هتروح على حاجه اسمها فيجوال بيزك. هيفتح قدامك الشكل ده. روح عند قائمه انسرت وقول له موديل، هيفتح لك نافذه صغيره هنا. بعد كده هتنسخ الكود، هكتبه لك في الوصف بتاع الفيديو، وكمان في التعليق المثبت هسيب لكم الكود ده. خد الكود ده كوبي، اعمل كليك يمين عليه، حدده واعمل كليك يمين عليه كوبي، او كنترول سي، وبعدين روح هنا في الجزء ده واعمل كنترول في. كده انا لزقت الكود. بعد كده هتحفظ الكود اللي احنا عملناه ده. هندوس على علامه السيف. هيطلب منك تسيف الورك بوك بتاعك ده. طبعا يستحسن ان انت تبقى شغال على ورك بوك جديد خالص. سمي الورك بوك زي ما انت عايز، وبعدين تشوف انت عايز تحفظ الورك بوك ده فين. بعد كده اوعى تنسى الخطوه دي. عند سيف اس تايب، افتح السهم ده واختار اكسل ماكرو انيبل ورك بوك. بعد كده هتقول سيف. الخطوه دي علشان نسيف الجزء اللي احنا عملناه ده. احنا انشأنا داله في الاكسل اسمها نمبر تو تكست. الكود اللي احنا حطيناه في الجزء ده هو ده الكود البرمجي اللي هيساعدني بعد كده اني استخدم الكلام ده في الاكسل. خلينا بقى نقفل الكلام ده كده كله. تعالى نرجع تاني للشيت اللي احنا كنا شغالين فيه. تعالى بقى نستدعي الداله علشان نحول الارقام الى اللغه العربيه. خلي بالك احنا لسه لغايه دلوقتي ما عملناش اي داله. احنا كل ده بنجهز علشان نستدعي الداله اللي احنا انشأناها علشان نعمل بيها تحويل للارقام الى حروف. هقف في الخليه اللي عايزه اطلع فيها الناتج، وبعدين هستدعي الداله يساوي نمبر تو تكست. اعمل دبل كليك عليها اول ما تظهر قدامك. طبعا علشان تجيب المطالب بتاعه الداله، دوس على انسرت فانكشن، هتفتح الداله بالمطالب بتاعتها. اول مطلوب في الداله دي عايزين الرقم اللي انت عايز تحوله للغه عربيه. احنا عايزين الرقم ده هو اللي نحوله. تاني حاجه، العمله الاساسيه عندك ايه؟ انا عندي العمله جنيه مصري، فانا هكتب جنيه. تالت حاجه، العمله الفرعيه عندك ايه؟ وهي هتبقى قرش. بعد كده هتقول اوكي. هتلاقي الارقام اتحولت للحروف. طبعا هتعمل اوتو فيل علشان تطبق الكلام ده على باقي الجدول. طيب افرض انت عايز تتحكم في كل رقم بالعمله بتاعته. انت عندك شيت اكسل، وشيت الاكسل ده وارد ان انت بتتعامل بالجنيه وبالدولار وبعمله ثالثه ورابعه وهكذا. ازاي تعمل الكلام ده؟ في الحاله دي انت هتيجي تعمل عمود جديد باسم العمله الرئيسيه والعمله الفرعيه، وبعدين تيجي تعمل هنا قائمه منسدله بكل العملات اللي عندك. طبعا هنسيب لكم رابط لشرح القائمه المنسدله فوق، هيظهر قدامكم دلوقتي علشان تعرف بالظبط بالتفصيل ازاي تعمل قائمه منسدله زي دي. طيب انا عملت قائمه منسدله في العمود
العمود ده وفي العمود ده، ومحتاج اعمل المعادله. المعادله هتتعمل ازاي؟ خلينا نمسح الكلام ده ونبدا نعمل المعادله من الاول. يساوي، وبعدين برضو هنقول نمبر تو تكست، دبل كليك، بعدين نستدعي المطالب بتاعه الداله، وبعدين اول مطلوب فين الرقم التاني بقى. هنا انا مش هكتبه بايدي، انا هنا هحدد الخليه دي، سواء الخليه دي فيها جنيه او فيها دولار او ايا يكن العمله، هي دي اللي هتتكتب جنب الرقم. نفس الفكره في العمله الفرعيه، هنقف هنا وبعدين نقول له الخليه دي، بعدين نقول اوكي طبعا ونعمل اوتو فيل علشان بقيه الجدول. تعالى نكتب كده اي رقم، فبقى عندي التفقيد باللغه العربيه. طيب الحاله الثالثه ودي يمكن اللي بنستخدمها اكتر، تبقى الشيت كله يشتغل بعمله واحده. انا عندي عمله معينه وهشغلها على الشيت ده كله، فانا في الحاله دي هعمل العمله الرئيسيه والعمله الفرعيه وبعدين هشغل عليها الداله. هكتب يساوي بعدين نمبر تو تكست، دبل كليك عليها. خلي بالك الداله دي مش موجوده عندك الا في الورك بوك ده، احنا عاملين كود برمجي وحاطينه في الورك بوك ده. لو محتاج تعمل كود برمجي تاني في ورك بوك جديد هتعمل نفس الموضوع اللي احنا عملناه، لكن مش هتعمل الخطوه الاولانيه. لما بتكتب اسم الداله استدعي المطالب بتاعتها. اول مطلوب الرقم هيكون ايه، هو ده الرقم اللي عايز احوله للغه عربيه. بعد كده العمله الرئيسيه عندك ايه، لكن في الحاله دي بقى انا هثبت الخليه دي. هنسيب لكم برضو ازاي تثبت الخليه وشرح تثبيت الخليه هيظهر قدامكم دلوقتي، لكن سريعا علشان تثبت هتدوس على F4 من لوحه المفاتيح كده، انت ثبت الخليه دي علشان اما تيجي تسحب الكلام ده لتحت ما يسحبش الكلام ده لباقي الخلايا. طبعا لو انت لابتوب هتدوس على FN زائد F4. العمله الفرعيه هتبقى القرش وبرضه هتثبت الخليه F4، ولو لابتوب FN مع F4. بعدين قول اوكي، برضه هتعمل اوتو فيل عشان تجيب بقيه الخلايا. دلوقتي لو انا غيرت العمله بتاعتي للدولار هتتغير اوتوماتيك في الكل، هيبقى دولار، وطبعا لازم اغير قرش يبقى سن علشان يتظبط معايا بقيه الارقام. ما تنساش التثبيت، ازاي تثبت الخليه في الاكسل، دي مهم جدا تتفرج عليه، وازاي تعمل قائمه منسدله في الاكسل علشان تسهل عليك شغلك وتريحك كتير جدا في الاكسل. هسيب لكم الروابط دي ان شاء الله في الوصف بتاع الفيديو، زائد كمان هسيب لكم الكود في الوصف بتاع الفيديو وفي اول تعليق مثبت ان شاء الله. اللي وصل لحد هنا في الفيديو يا ريت تطبق الكلام ده وتبلغني في التعليقات انك انت طبقت ونفذت الكلام ده ومفيش اي مشاكل. لو قابلتك اي مشكله اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك بنفسي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعايه الله.